السلام عليكم. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نفرز القلقاس ونشيله في الفريزر من سنه للسنه، ولو عايزين نخزنه رمضان يبقى يلا بينا، وكل سنه وانتم طيبين. دلوقتي انا عندي القلقاس، ادي 3 قلقاسات. ازاي اختار القلقاس وانا بشتريه؟ القلقاس ان انتي تشتريه اللي هو البينك ده، يكون اللي هو تحسيه كده بينك مش الابيض، وبيبقى فيه بزابيز كده اهي. دي هي دي، تلاقيها دي النتاية. لكن اللي هي البيضة واللي هي العادية دي وبتبقى كبيرة شوية، هي دي اللي بتبقى الذكر. تمام كده. طبعا النتاية متاخدش سوا كتير على النار، وكمان بتبقى طعمها ألذ. تمام كده. طيب دلوقتي بقى ازاي هنقشره؟ تقشريه بالقشارة بتاعتك، حاجة زي كده. تمام. تقشري بيها او هتقشري بالسكينه اللي يريحك. بس قبل ما نقشره هنغسله، وهو كده هنغسله وكمان ننقعه في ميه لمده 5 دقايق. يلا بينا. ودلوقتي بعد ما غسلناه، انا غسلته بالفرشه دي اللي هي فرشه التنظيف دي، حلوه جدا، نينجا بالنسبه لي، يعني اللي هو تستخدميها احسن من ايدك، وكمان بتطلع كل الوساخه الخارجيه. تمام كده. احنا هي دي المره اللي هتغسلي فيها القلقاس، ومش هتغسليه تاني. القلقاس ما بيتغسلش. هنيجي دلوقتي بقى عشان نقشره. انا بفضل ان انا اقشره بالقطاعه، بيبقى اسهل واسرع. القطاعه دي حلوه جدا. تمام كده. يلا بينا نقشره. وادي اهي البزابيز اللي انا بقول لكم عليها. تمام. البزابيز دي فمعناها ان هي نتايه. يلا بينا نقشره. وادي القلقاس اهو، بعد ما قشرته وقطعته تقطعيه بالشكل ده اللي هو السمك ده، عشان لسه هنقطعه صوابع وبعدين مكعبات، اللي هو ما تخليهاش رقيقه، خليها عريضه شويه زي كده. تمام كده. طيب احنا بعد ما عملناه بالشكل ده، عندك طبعا تكون فوطه. ادي دي فوطه القلقاس. فوطه القلقاس دي فوطه جديده عندك في المطبخ، خاصه بالقلقاس بس، يعني احنا بنستخدمها للقلقاس بس. دي بعد ما نخلص هنمسح بيها القلقاس دلوقتي، واحده واحده من دول تمسحيها كويس قوي بالفوطه. تمام كده. ما بيتغسلش. وبعد ما نمسحه وبعد ما نخلص خالص، هناخد الفوطه بتاعتنا نغسلها بميه وخل، وبعدين بعد ما تنشف نشيلها، وهكذا. دي تكون مخصصه للقلقاس بس. دلوقتي يلا بينا نمسح القلقاس واحده واحده مع بعض. وادي اهو بعد ما خلصنا الحلقات كلها ومسحناها، شايفين؟ هبدأ اقطعها صوابع كده كده اهو. تمام. وبعدين نبدأ نعملها بالعرض كده، عشان ناخد المكعبات تبقى بالشكل ده. تمام كده. شايفين؟ اللي هو بالشكل ده. يلا بينا بقى نعمل كل الكمية اللي عندنا ونشوف مع بعض. وادي القلقاس بعد ما قطعته بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، انا بحدد معيار، يعني الطبق ده المعيار بتاعي للاكله. تحددي المعيار بتاعك، يعني تشوفي انتي بتعملي في الاكله قد ايه وتقسميه. تمام كده. ولكل معيار هنعصر عليه نص ليمونه، دي بمثابه ماده حافظه ليه، وهنكيسهم في اكياس. تمام كده. عايزه اقول لكم برضو ان انا احط ال3 قلقاسات مع بعض، قطعناهم وقشرناهم مع بعض بالشكل ده، عشان هما نفس النوع، عشان اياهم هما ال3، البينك وبتاع ده، وان هما نوتشي اللي هو نفس المواصفات ليهم هما 3. لكن لو هي بتاع ده القلقاسيه بتاعتك دي غير دي غير دي، مختلفه عن بعض، لازم تقشري وتقطعي كل واحده لوحدها وتكيسيها لوحدها وتسويها لوحدها، عشان خاطر لما بيبقوا متلخبطين مع بعض بتلاقي في مكعبات استوت، في مكعبات ما استوتش، فده طبعا اللي هو بيبوظ الاكله بتاعتنا. بتلاقي في منها اللي هو مهري وفي منها اللي هو مستوي، فما بيبقاش الاكله بتاعتك مظبوطه بالظبط. تمام كده. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.